عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة جمعية الكيز ومتتبعي الصفحة على فيسبوك. مرحبا بكم وسهلا وسهلا بحلقة ثانية من برنامج سلسلة التراث اللي تعدها جمعية الكيز، واللي يتكلموا فيها كي تكلمنا في الحلقة الفائتة عن غرض النسيب. وفي هاي الحلقة مولي مستضافين لكم الأديب الكبير أحمد محمود أحمد العالم، اللي نسولوه مولي عن الغرض الثاني اللي نتحول الحلقة الثانية اللي نتكلم عن الغرض الثاني اللي هو غرض البكاء على الديار. شقد قالوا فيه المغنيين وشقد قالوا فيه وشقد قالوا فيه. مرحبا بكم وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ايش حالك؟ ما شاء الله بخير الحمد لله. ذاك لباس؟ خير ذاك خير؟ ما شاء الله الحمد لله ان شاء الله. خير. أحمد محمود، احنا ندور نسولوك عن غرض البكاء على الديار. هذا غرض شنو؟ في البداية السلام عليكم ورحمة الله. نشكرك على هاي الاستضافة اللي من خلالها نبرز هاي الحلقة في غرض البكاء على الأطلال. والبكاء على الأطلال مفهومه واسع، تعريفه واسع. بعد مفهومه هو الإنسان يتذكر تاريخ عاشه في منطقة معينة، تاريخ زين، وتذكره ويبكى عليه، ومنه مخاطبة الديار التي خلت من ساكنها وتفقاد الماضي ذاك. زين. وفي هذا الغرض يقول حسان بن ثابت: عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب، تعاورها الرياح وكل جون من الوسم منهمر سكوب، فأمسى رسمها خلقا وأمست يبابا بعد ساكنها الحبيب. وتعاورها الرياح تحت هو فيها، وذاك اللي يقول بول الرياح تبطل الرياح، هو قال تعاورها الرياح. زين. حتى في البكاء على الأطلال يقول بادي محمد سالم رحمة الله طلع عنده هون يذكر فيها تاريخ من الماضي عاشوا زين. يقول مات الماضي سبحان الحي الدايم مقلم انه زي، عييت تشوفوا ما هو في حاضر ما حاضر فيها واش، كيف نبات عليهم حسي بل ثراهم مسيه فراش، في الصيف نهول عندك عيل بهنيس وحس الخشاش، والله يلا دهر الري زرع ومثات طلص العراش، وسرية من حي إلى حي تفاق مراكيب وتتناش قبل ظهور الشمس على ري العين المعال فلاش، تنظرهم ما خافيك ودي منهم في ملاس ولا في حراش، وتاي على ما فيه الطي من تورطة والله من ما شقيق، بعيد أهله من الحفي ما قليل، وحاطبوا قشقاش وفلاش على بل الشي، وعظام على ذاك لفلاش، عنك ما تتفقد يا خي هذا من شي لذيذ عاش، ما هو في الدهر تلا موجود، لو كانت تشواش يسوى لاش نافعني فيها أمال نعود، زدت على تشواش. الله الله. في البكاء على الأطلال ومولي كذلك يقول بيبوه البودي والحاج، رحمة الله عليه. فطلع عنده هون قال بعدنا نحكي منهم ولا واحدة والله ثنتين ما نعرف. حتى هو يتذكر أرض ارتبط بها ويعرف وعاش فيها تاريخ زين. يقول ما حاجة لي كنت التلواد في بلاد من هذا والأراضين، قال العبد الحقته ينقاد من يوم وخزامة صرعين، راني نعرف الفرينينات وتملوزة في منين وفات، وقطيطيرة في ضعوينات هذا قطيطيرة في ضعوينات ذوك منازلهم معروفين، الخشيبي ودخل بريكات مقسم العبيد والفراني، ننصل فوق البقاليات بيا نعرف كنت الدورين، في رياض وعقل في مكسات نتقلب راقب هاك يلين، الشيخ والعطيف وتوكات والشب بوكرش والخرين ما حاجة اللي كنت التلوى. نعرف وادي الطين ومزوار وكرب الهواء وفنين وعار ومكار ذاك نختار له هو تنزاهك العين، والشب وكرب ووفار بالسطين كرب ووجهين ما حاجة اللي كنت التلوى. الله يلستر. في بلاد من هذا الأراضين قال العبد الحق ينقاد من يوم بخزامة صرعين. زين. في البكاء على الأطلال هذا مولي كذلك يقول الشاعر بشير اللعلي طلع هون يذكر فيها ياسر من القيم وياسر من شيء من عادات عاشه في منطقة مهيريز. يقول مهيريز عيال الخطار يعطوا فيها أيام بلا عار، مازال مهيريز في الأعمار أيام للخطار تزيد، الخيامات الزينة في ديار لهنا والتمام توحيد، واللز وقفان في الأشوار والشارع والطبع التاليد، والواحد في المحاضر حضار ينعرضوا ما قايم مفيد، والبل والقنام النوار سابق لون الجو من بعيد.
واليوم الواد بقى طفار الملك لله الوحيد القهار اللي ما هي نار في الهريس اليوم التوحيد ذا قد عاد وشد أخبار ذا الدنيا لطفك يا المجيد ماذا من حد نزل الواد هاني وبعيد من المحيط ما هو موجود اليوم وعاد شد أخبار وتاريخ بعيد غرض البكاء على الأطلال مولي هذا يقول بوننا والبسيف طلع وخاطف فيها أبو الرياح على أنه أصبح يبكي على فراق ناس ارتبطت به وعرفته يقدعوا ذاك الفراق نتيجة لظروف قاهرة كي حرب ولا شيء شردت الناس عنه يقول عاد لا يبكي أبو الرياح به البكي خلع عنا راح فيه دقنقيل وحس باح من مثل بكي والمبكيه أهله ما هم فيه أبدا راح له عنه ذوك اللي كانوا فيه وشبه له ذاك لا يرتاح بولارياح وذا يرضى به الأحباب اللي يعرف كان مشاو البولارياح لا تنبيه ما هم لا يراوت له ويقوم بكي لا يبكي فبكاء على الأطلال هذا مولي كذلك هو طلع الزعيم والعلال حتى هو يذكر فيها ماضي يعرفه منطقة معينة يقول حد اليوم يشوف بتطراح هذا الحسي وذا المراح وهذا الوديج كان سراح للحية خالي مشي حي تنصاب أخلاقه بالتجراح ويمشي دمع وشوف خلي حد يفاصل فصفاح الوديج اللي ساقد حسي ما هي نار ولا حس صياح ولا هو حس حنين ولا دي ولا هو حس التركة للواح تقراه مقبل عمود وفي ينشق لين يميل جناح الظلام مسوح يا خير عمارة قلة الأمان في الدهر اللي يعطيه الطيب الحسي والمراح وسكان لدي محاهم من لدي الله محمد العي طلعت مني بيك عاقب ياسر في الصغر نعاش هذا فرفرات الفرسي قبل الدبري وكرور وغاش ضامهم بيجين والسي اسكحت هذا العظماء هذا الوريش والميال وهذا التميش والملحف والنواع التميش والميال الزين والعقيق وبلاد زاد الرد حلو طيش وتيدو بلد زرقيق المداخل نقدر نعيش شي يخاف من الضيق اللي بابي يدخل شيش وكرو عندي ما قد يطيش ما قد لعبت في ذاك الدبيش مسايل لقيت البلابيش وكبيبه ولعبت في العريق والزعزعيات والعقيش عاقب ياسر في الصغر نعش الى اخره. وبهذا الغرض نشكر اديبنا المحترم محمد نشكر العالم لهذه الحلقه الزينه ومبلغين تحياتنا للمتتبعين والمشاهدين وعمل إن شاء الله عمل حلقات ثانية ونفس البرنامج بحول الله تعالى وقوته واستودعكم الله.